السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى درس مهم جدا 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 جدا، واللي ما فهمش الدرس اللي فات مش هيفهم الدرس ده، لان زي ما قلت لكم الدروس كلها مترتبة على بعضها، كلها بتكمل بعضها. تمام؟ الدرس ده مهم جدا جدا جدا. طيب ايه هو الدرس؟ هتكلم عن ايه؟ عن اهم فعل في اللغة الانجليزية. اشوفكم بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني. اهم فعل في اللغه الانجليزيه وهو فيرب تو بي. واحد يقول لي فيرب تو بي يا عم ده فعل تافه. ده اهم. لو انت عرفت الفعل ده بالذات وفهمت الدرس ده كويس جدا، انت كده بص الانجليش بقى بالنسبه لك a piece of cake، يعني حاجه تافهه جدا. خلاص كل اللي جاي هيبقى سهل وتافه، واتحداك افهم بس الفعل ده كويس جدا، لان ده يعتبر انا بسميه the father of the verbs، يعني ابو الافعال او the master of the verbs. اوكي، ركز بقى معايا كده وكبر الشاشة ورجع ظهرك لورا وركز بقى. يلا بينا. طيب اللي بيقولك على verb to be ده انه فعل تافه، انه درس سهل جدا. طب تعرف هو ليه كام شكل؟ اهو 7. لا غلط. 6 غلط. 8 اشكال. verb to be له 8 اشكال. ايه هما؟ بي اللي هو الفعل، اساس الفعل. وفي المضارع 3 am is are. في الماضي 2 was were. وفي التصريف الثالث been or been. وكمان شكل لما بنحط له ing being. اوكي، ركز انت بقى معايا، هديك الحاجات السهلة الاساسية اللي في الاول. خلينا في المضارع. في المضارع قلنا 3 أقسام am is are. ركز معايا جدا يا جماعة، زي ما قلت لكم فعل مهم جدا جدا جدا. لو فهمته كل حاجة بقت سهلة بعد كده. هجيب لك أنا الزتونة من الآخر. احنا قلنا في المضارع ايه؟ am is are. طيب ال3 دول امتى بستخدمهم؟ على حسب الضمير زي ما قلت لكم. يعني لو بقول I اقول ايه؟ تفتكر I is ولا I are ولا I am؟ I am. I am. خلي بالك انت لو قلت I عبده غلط. It's completely wrong. المفروض تقول I am عبده. لازم تحط am، يبقى I بتاخد am، والهي والشي والإت بياخدوا is، يبقى he is she is it is. اوكي، ويو ووي وذي بياخدوا are. بياخدوا ايه؟ are. يعني you are we are they are. اوكي، دول في حالة المضارع. يبقى في حالة المضارع 3 أقسام I am he is she is it is you are we are they are. اوكي، في الماضي حاجتين 2 بس was or were. في الماضي 2 was بتاخد 4 I was. he والشي والإت بياخدوا was. طيب we ويو وذي بياخدوا were. خلي بالك معنى الفعل اصلا اللي هو فعل الكون، يكون. يعني لو بتقول I am عبده، هي ترجمتها مش هتقول انا اكون عبده، لان في العربي مش هتقول انا اكون عبده، بس تركيبة الجملة في الانجليش لازم تحط verb to be مختلف. اوكي، ده يبقى اخدنا في المضارع 3 وفي الماضي ايه؟ 2. اوكي، وخلي بالك الفيرب تو بي ده كده جاي بشكل اساسي، ممكن يجي بشكل مساعد. يعني هو لو بشكل اساسي خلاص، انما لو جاي بشكل مساعد دي حاجة تانية برضو هنتكلم فيها بعدين. يبقى الفعل اللي هتجيبه وراه هتحط فيه ing او هيبقى في تصريف ثالث، برضو مش هنخش في القصة دي دلوقتي عشان ما لخبطكش.
انما برضو ما ينفعش انك از كوك او كوكس، غلط. تمام، ما تجيبش از ام او از ار وتجيب فعل كمان في المصدر وراهم، غلط. دخلت في قصة تانية مش وقتها دلوقتي. اتفقنا؟ يعني مثلا لو عايز اقول انا جعان، اقول ايه؟ اي اهو، ده الضمير اللي خدناه المرة اللي فاتت. ام تاخد ام. جعان يعني ايه؟ hungry. I am hungry. طب عايز اقول هي جعانة، اقولها ازاي بقى؟ هي يعني ايه؟ خدناها المرة اللي فاتت. she تاخد verb to be ايه؟ is. right. she is hungry. اوكي. طب you اقولها ازاي؟ you are hungry. اوكي كده واضحة سهلة؟ طيب الفرق ما بين الثلاثة في الماضي، يعني لو كنت بقول دلوقتي I am hungry يعني أنا جعان الحين في المضارع. طب لو شلت am وحطيت was، قلت I was hungry، يبقى معناها إيه؟ أنا كنت جعان. She was hungry، كانت جعانة. They were hungry، كانوا جعانين. He is sad يعني حزين. He is sad في المضارع. عايز اخليها في الماضي تبقى ايه؟ He was sad. كده فهمنا يا جماعه verb to be في المضارع وverb to be في الماضي. في المضارع am و is و are وعرفنا بياخدوا مع ايه، وفي الماضي was و were وعرفنا بياخدوا مع ايه. المعنى اللي هو لو هترجمها كده اقول انا اكون في المضارع، في الماضي انا كنت. يعني لما اقول I am a teacher انا مدرس. طب لو قلت I was a teacher انا كنت مدرس. اوكي ده الجمله كده مثبته. ناخد حته كمان في حاله النفي. لو عايز اقول انا مش حزين، انا مش جعان، انفيهم كلهم بكلمه واحده اسمها not. I am not sad. I'm not hungry. I am not. You are not. She is not او she isn't. He is not. يبقى احط كلمه not بعد am و is و are وبعد was و were كده بنفي. اما اقول هو كان حزين he was sad. طب لو عايز انفيها he wasn't او he was not. اوكي دي في حالة النفي. في حالة السؤال بقى ببدل الضمير مع verb to be. يعني لو ما اقول مثلا she is a doctor عايز اسال سؤال، عايز اقول هل هي دكتوره، يبقى هجيب is مكان she، تبقى is she a doctor. she is a doctor دي الجمله، اعملها سؤال اجيب is قبل she تبقى، وهتسال كده is she a doctor. yes she is. no she isn't. طب لو عاوز اقول مثلا they were busy كانوا مشغولين، عايز اسال هل هم كانوا مشغولين؟ they were، انا احط ايه؟ were قبل they تبقى were they busy؟ هل هم كانوا مشغولين؟ yes they were or no they weren't. طب حل دي. it is a table. هذه هي ترابيزة. عايز اسال هل هذه ترابيزة؟ انا بقول it is a table. هذه ترابيزة. عايز اسال بقى اقول ايه؟ اجيب is قبل it تبقى is it a table. is it a table؟ هل هي ترابيزة؟ yes it is. no it isn't. اوكي احنا كده خدنا الملخص اهو يا جماعة تاني، ان verb to be am و is و are في المضارع، was و were في الماضي، وعرفنا am و is و are بيجوا مع ايه، و was و were بيجوا مع ايه، والنفي كلمة واحدة اسمها not بتيجي بعد am و is و are وبتيجي بعد was و were. والسؤال بنبدل بنعكس، بنجيب verb to be قبل الضمير، يبقى كده بسأل. يبقى كده ايه الموضوع بقى سهل. لسه في حتة صغيرة هنتكلم على بين قصة تانية، وعلى امتى يبقى في المستمر وامتى يبقى فعل مساعد قصة تانية هناخدها ان شاء الله في الدروس اللي بعد كده. بس بجد اللي هيفهم الفعل ده بالذات كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة. تمام. وما تنسوش يا جماعة تشيروا الفيديو وتخش على القناة بتاعتي لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك
هسيب لك لينك القناه فوق، ايه تعمل تخش عليه وتعمل سبسكرايب. ولو حد عاوزني اشرح حاجه معينه من الطلبه وكده، يكتب لي في التعليقات تحت في الكومنتس داون. اوكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.